الفقر والعادات والتقاليد والخوف من العنوسة عوامل تشجع على الزواج المبكر في اليمن. فتيات صغيرات يسلبن طفولتهن يدفعن حياتهن ثمنا لجهل الأهل بمخاطر الزواج في سن 8 أو 13. أجسام صغيرة تتحمل مسؤوليات كبيرة، وفي القانون وسط كل هذا غائب. نجود ونجاح وأروى وأحلام وغيرهن كثيرة في اليمن. بنات في عمر الزهور زج بهن في أقفاص يقال عنها من ذهب، غير أن الواقع يصفهن بضحايا زواج مبكر لن يجين منه سوى معاناة حتى القانون لن يخلصهن منها. غالبية الثقافة المجتمعية تصب في مصلحة بقاء واستمرار الزواج المبكر، ومنها الأغاني الشعبية ومنها الأمثال الشعبية ومنها أيضا الممارسة الشعبية. فيعني هناك كثير من الفنون الفلكلور الشعبي تشجع على زواج الصغيرة وتشجع على التعشق والعشق والتغزل بالصغيرات. وهناك أيضا الأمثال الشعبية، يقول لك مثلا زوج بنت الثمان وعلياء الضمان، بمعنى أنه يضمن أنها لن تتعرض لأي مخاطر ولن تتعرض، لن تموت. لا يتوانى الأهل عن تزويج القاصرات رغم انتشار أخبار مخيفة عن معاناتهن، وآخرها وفاة الطفلة إلهام ليلة زفافها نتيجة العنف الجنسي. إلهام التي زوجت زواج البدل لم يتجاوز عمرها 13 عاما. زواج البدل ويسمى في الشرع هو زواج الشغار، وهذا يحرم شرعا لأن البضع مقابل البضع، وهذا لا يجوز. فإذا كان كل واحدة منهن لها مهرا مستقلا فهذا جائز، لكن هناك أضرار لهذا الزواج ينبغي للناس أن ينتبهوا له. عرائس الموت في اليمن يصعب الحديث معهن بسبب الأعراف والتقاليد، غير أن الأكيد أن من لم يخطفها الموت ليلة زفافها فإنه لا يرحمها أثناء وضع مولودها الأول، فهي الوحيدة التي تدفع ثمن جهلها وصغر سنها وعدم استعدادها لمسؤولية سرقت براءتها. الفقر والعادات والتقاليد والخوف من العنوسة أسباب رفعت معدلات الزواج المبكر في اليمن إلى أكثر من 70%، وبالأخص في المناطق الريفية. نبيل اليوسفي، أخبار الآن، صنعاء.